في صباح 3 يونيو عام 2023 حدثت واقعة هزت المنطقة بأكملها. شاب مصري لم يتجاوز 22 من عمره قرر مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي بمفرده ليقتل 3 جنود إسرائيليين قبل أن يستشهد في ساحة المعركة. هذا الجندي هو محمد صلاح، بطل في عيون المصريين ورمز للمقاومة في وجه الاحتلال. ولكن ما الذي دفعه لفعل ذلك؟ وكيف كانت لحظاته الأخيرة؟ وهل كان تصرفه فرديا أم أنه يحمل رسالة أعمق؟ في هذا الفيديو سنعرض لكم القصة الكاملة لحادثة الحدود المصرية الإسرائيلية بكل تفاصيلها وردود الفعل المحلية والدولية عليها. ولد محمد صلاح في منطقة عين شمس بالقاهرة، وعرف بين أصدقائه بشاب هادئ طيب القلب ومحب لوطنه. التحق بالخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش المصري ليتم تعيينه في قوات حرس الحدود، وهي الوحدة المسؤولة عن تأمين الحدود المصرية ضد التهريب والاختراقات غير المشروعة. في صباح يوم السبت خرج محمد صلاح في دورية روتينية على الحدود المصرية الإسرائيلية، وهي منطقة تشهد دائما محاولات تهريب المخدرات والأسلحة. وفقا للرواية المصرية، كان ينفذ مهمة لملاحقة مهربين عندما وقعت المواجهة. لكن الجانب الإسرائيلي قدم رواية مختلفة، مدعيا أن الجندي المصري خطط لعبور الحدود وتنفيذ هجوم على الجنود الإسرائيليين. فمن نصدق؟ الحقيقة تظل محاطة بالغموض، ولكن بعض التفاصيل التي ظهرت لاحقا تشير إلى أن محمد صلاح ربما كان يحمل غضبا أعمق تجاه الاحتلال الإسرائيلي. بعد عبوره الحدود، وجد محمد صلاح نفسه في مواجهة مباشرة مع جنود الاحتلال. تشير التقارير إلى أنه نجح في التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي وفتح النار، مما أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين. بعد اشتباكه الأول، تحركت القوات الإسرائيلية بسرعة لتعقبه. ورغم أن محمد صلاح كان بمفرده، إلا أنه استطاع الصمود لفترة، متحصنا في منطقة وعرة داخل الحدود الإسرائيلية. لكن بعد نفء ذخيرته، حاصرته القوات الإسرائيلية وأطلقت عليه النار ليرتقي شهيدا وهو يقاتل حتى الرمق الأخير. استشهاد محمد صلاح لم يكن مجرد نهاية لجندي مصري، بل كان بداية لقصة تحولت إلى رمز للمقاومة والتحدي. فور انتشار الخبر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور محمد صلاح، واعتبره الكثيرون بطلا قوميا. تصدر الترند في مصر وعدة دول عربية وسط دعوات لتكريمه رسميا. على الصعيد الرسمي، أعلنت السلطات المصرية فتح تحقيق في الواقعة، بينما حاولت إسرائيل التخفيف من وقع الحادثة عبر تصريحات تفيد بأنه عمل فردي غير مخطط له. لكن في المقابل، خرجت تصريحات من مسؤولين إسرائيليين تعبر عن القلق من أن تكون هذه الواقعة بداية لموجة جديدة من العمليات الفردية. هل كان محمد صلاح مجرد جندي نفذ هجوما فرديا؟ أم أن تصرفه كان انعكاسا لمشاعر الغضب داخل المجتمع المصري تجاه الاحتلال الإسرائيلي؟ يعتقد البعض أن هذه العملية ليست مجرد حادثة فردية، بل تعكس شعورا عاما بالرفض تجاه التطبيع والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، كما أنها أعادت للأذهان عمليات مماثلة قام بها جنود مصريون في الماضي تعبيرا عن رفضهم للاحتلال. اليوم، وبعد مرور شهور على الحادثة، لا يزال اسم محمد صلاح محفورا في قلوب المصريين. البعض يعتبره بطلا قوميا،
والبعض الآخر يراه شابا دفعه إحساسه بالعدالة للقيام بعمل غير متوقع. لكن المؤكد أن قصته ستبقى خالدة في التاريخ المصري الحديث. ما رأيكم في هذه الواقعة؟ هل كان محمد صلاح بطلا قوميا أم مجرد جندي أدى واجبه؟ وهل تعتقدون أن هذه الحادثة ستؤثر على العلاقات المصرية الإسرائيلية في المستقبل؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد.